اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض فرخه مشويه، وزي ما تعودنا بتتبيله جديده وكمان سهله وبسيطه. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم كل الطرق الجديده، واوعوا تنسوا اللايك والشير. ويلا على وصفتنا عشان نعملها مع بعض. هبتدي الاول بتتبيل الفرخه عشان تاخد وقتها في التتبيل بتاعها. معايا فرخة انا غسلاها ومنضفاها حلوة قوي وكمان قسمها كده بالنص. حابين ان انتوا تحطوها فرخة كاملة او فرخة مقسومة بالنص وهي سليمة من غير ما تقسموها، ديت حاجة راجعة لكم. كمان هنتبلها بملح، فلفل، كزبرة ناشفة، كمون، وكركم. دي بس كده التوابل بتاعتها. وهحط كمان عصير ليمون، ده بيطري اللحم بتاعها وفي نفس الوقت بيشيل اي زفارة. وهحط يا دوبك معلقة واحدة بس من الزيت علشان احنا عاملينها بالجلد، ومعلقة واحدة بس من الكاتشب. تقدروا تزودوا الكاتشب لو انتوا حابين. ابتدي ادلك الفرخة كده حلوة قوي بالتوابل، واهتم بمنطقة الصدر وكمان البطن بالشكل ده علشان نشيل منها اي زفارة وعشان تتبل حلوة قوي. واحاول برضو ان انا ادخل التوابل ما بين اللحم كده علشان خاطر برضو كل جزء فيها يكون متبل. اسيبها في التتبيلة من نص ساعة لساعتين حسب وقتكم. هبتدي ان انا احضر الخضار. معايا بصل مقطع شرايح، نقدر نستخدم بصل احمر لو متوفر عندكم، دي كانت حوالي بصلتين. وكمان معايا فلفل مقطع شرايح، انا حطيت هنا فلفل اخضر واحمر كانوا موجودين عندي، مكانش عندي اصفر. نقدر نحط نوع واحد بس لو مش موجود عندكم النوع التاني. وهحط برضو كاتشب. هنا الكاتشب انا مزوداه شوية علشان بس يدي طعم للخضار. انا هنا حوالي 3 معالق كبار. وكمان هوت صوص، تقدروا تستغنوا عن الهوت صوص لو انتوا حابين. وهتبل بملح، تتبيلة هنا بسيطة جدا، وقرفة، وعيدان قرنفل، وكمان ورق لورا. وهنقلب كل المكونات مع البصل او التوابل مع البصل والكاتشب بالشكل ده لحد ما يتغطى حلو قوي. انا مش بدعك هنا البصل، انا بس بقلبهم مع بعض. وهبتدي ان انا اخد الفراخ بعد التتبيل وهحطها على البصل على طول. مكونات سهلة، توابل سهلة، مفيش اكتر من كده بقى سهولة. ابتدي احطها في طريقتين في التسوية. الاول ما ننساش التتبيلة اللي احنا متعودين ان احنا منرميهاش، بنغطي بيها الفرخة بالشكل ده كده. بتخلي الفرخة طرية وفي نفس الوقت ما تتحمرش بسرعة، وكمان بتديها لون حلو في الفرن. وبغطيها وبدخلها في الفرن. طريقتين التسوية، يا اما نحطها على النار من فوق لو احنا مستعجلين تاخد غلوتين وبعد كده ندخلها في الفرن، او ان احنا ندخلها في الفرن على طول على درجة حرارة 200 وبعد كده بنشيل الغطا بتاعها بعد نص التسوية بتاعتها. وطول ما هي في الفرن بغطيها بالصوص بتاعها بالشكل ده كده علشان تفضل طرية وكمان تحمر معانا وتدينا اللون الحلو ده. شايفين البصل كمان استوى ازاي؟ البصل ده بيبقى طعمه وهم اذا كان هيتاكل مع عيش او هيتاكل كمان مع رز. ايه دي كده الفرخة، لونها خطير وطعمها فعلا كان اخطر. الله عليها بجد. نفسي بجد ان هم يعملوا التليفونات او التلفزيون اللي هو بيطلع روايح ده. انا مش عارفة، احتمال في المستقبل يعملوا الحكاية ديت، هيفرق كتير بصراحة في الاكل. وايه دي كده شكلها. طريقتها سهلة، تتبيلتها بسيطة، ما بتاخدش وقت كتير. نقدر ان احنا في العزايم واحنا في رمضان نعملها، نتبلها من بالليل وتاني يوم بس نحطها في الفرن. فعلا في رمضان بيبقى وقتنا ضيق لو احنا كمان بنشتغل، فنقدر ان احنا نتبلها برضو من بدري، او كمان نقدر ان احنا نتبلها بس يدوبك نص ساعة وندخلها في الفرن لان هي التتبيلة بتاعتها بتتشربها بسرعة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير.
وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وهستنى تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.